السلام عليكم، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم عبد الله. في حلقه النهارده هعرفكم ازاي تعملوا تطبيق جلب ايات القران الكريم بطريقه سهله جدا زي عادة الفيديوهات. وزي المعتاد الفيديو ده حصري بس على قناه الحبار المصري، وكمان الشرح جديد مفيش حد شرحه قبل كده، ولا في قناه عربيه ولا قناه اجنبيه ولا موجود في مشاريع. طب يلا نبص على التطبيق. بس قبل ما نبص عليه حابب اشكركم من كل قلبي على الدعم اللي فات، وحابب اشكر الناس الجميله على التعليقات الجميله اللي زيهم، وشكرا جدا من كل قلبي. نفتح بقى التطبيق ونبص عليه. وزي ما انتم شايفين كده دي واجهة التطبيق. لو ضغطنا على الترس اللي بيلف تحت زي ما كان الآية التالية، هيغير لنا الآية بكل سلاسة زي ما انتم شايفين. ولو ضغطنا على تشغيل، وكان يأمر أهله وزي ما انتم شايفين كده الصوت ممتاز. يلا بينا نخش على الشرح. طيب نفتح بقى تطبيق سكتش وير ونشوف الشرح. طبعا هنعمل مشروع جديد هتسميه بأي اسم أو هتضيفه في مشروع انت مثلا شغال عليه، وليكن طبعا الملفات اللي هنستخدمها هتلاقوها موجودة في وصف الفيديو برابط مباشر. دي الصفحة الأولى بس كده. ايه، هنشيل التولبار والحاجات ديت. تمام. وهنيجي هنا كده هنضيف صفحة الويب زي ما اعتدنا. طبعا زي ما قلت ان صفحة الويب احنا بنستخدمها بس كواجهة للملف اللي احنا هنستخدمه. احنا هنستخدم ملف HTML، يعني برضو هوريكم الملفات. يعني صفحة الويب احنا هنا بنستخدمها كواجهة فقط، يعني احنا مش بنستخدم ان احنا بنجيب روابط ونضيف الروابط والكلام الفاضي ده كله. هنفتح الملف بتاعنا. هنجيب الملف ده هتلاقيه برابط مباشر في وصف الفيديو. هتلاقي عندنا ملفين كده بالشكل ده، الكود الاول والكود الثاني. زي ما انتم شايفين كده الامتداد بتاعه HTML. فالويب هنا واجهه بس لصفحه ال HTML. تمام، عشان نقدر نفتح ال HTML داخل التطبيق بتاعنا. طيب نفتح كده الكود. هنفتح نبص نلاقي فيه رابط هنا. طب الرابط ده ايه لازمته؟ طب لحظه، ساعات الرابط ده عشان يشتغل اوفلاين، والموقع بتاعنا بيشتغل اونلاين مش اوفلاين. لحظه اعدل الرابط وارجع لهم تاني. تمام، احنا كده عدلنا الرابط زي ما انتم شايفين كده. لو خدنا الرابط ده ورحنا بيه على المتصفح مش هيفتح معاك اي حاجه. تمام. الرابط ده عشان يعرف صفحه الويب ان احنا معانا ملف HTML عاوزين نفتحه في صفحه الويب. حلو الكلام، حلو الكلام. طب يلا بقى ناخد الرابط ده. خد الرابط كامل ما تسيبش فيه اي حاجه. تمام، ونعمل له نسخ. ونطلع على سكتش وير، وهتضغط في النص هنا، وهتضغط على لون جديد، وهجيب البلوكه اللي خاصه باليو ار ال. تمام، اللي هي خاصه بالويب. هنجيب البلوكه ديت اللي هي اليو ار ال زي ما انتم شايفين. هنحدد الويب وهنضيف الرابط. نيجي بقى للخطوه المهمه. هنضغط على الثلاث نقط دول وهننزل هنا كده. بعد كده تضغط هنا وهنضيف ملف ال HTML. طبعا بعد ما تحمل الملف هتلاقيه موجود عندك في داونلود، وهتلاقيه موجود عندك بره هنا كده. احنا طبعا نخش نجيبها حاطينها في الحبار المصري، والملف ده اللي هتلاقيه. هنضيف الملف ال HTML، وخلي بالك من الاسم هتغيره هنا تغيره في الكود. حلو الكلام، حلو الكلام. نثبت بقى التطبيق. طيب نسرع المشهد ده. ورجعنا لكم. اول ما التطبيق بدأ يتثبت هنثبت التطبيق ونسرع المشهد ده كمان. تمام، نعمل بقى فتح التطبيق. وزي ما انتم شايفين كده دي واجهة التطبيق، ونقدر نغير الآيات زي ما احنا عاوزين، وكمان نقدر نشغل آيات زي ما انتم شايفين كده. التطبيق شغال مفيهوش أي مشكلة. طبعا تقدر تستخدم النسخة ديت على أي نسخة سكتش وير بتدعم إضافة الملفات. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا. أتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم. ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة إن شاء الله. كان معكم أخوكم عبد الله. سلام.